يعني عامله قلبان الفتره دي على السوشيال ميديا وفي الحياه كلها. كل الناس عايزه تحقق احلامها، تحققها ازاي؟ تروح للدجال وتطلب كل ما تتمناه، وطبعا الاستاذ النصاب الدجال يحقق لها كل احلامها بالنصب والاحتيال. وظهرت شائعه او يعني ظاهره غريبه، هو النصب والاحتيال عن طريق الشعوذه. ومعانا بخصوص الموضوع ده المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقد والدستوريه العليا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ منورنا في وصفه مروه. اهلا وسهلا. موضوعنا غريب جدا، يعني ايه بقى موضوع فكره الشعوذه والنصب عن طريق الشعوذه والدجال ده؟ لا، الاول برحب بحضرتك، اهلا بيكم في الفقره دي. كويس قوي جدا ان بدانا نتكلم فيها، وخصوصا ان متابعين حضرتك يعني 60 او 70% منهم كلهم من السيدات والبنات. يعني في برضه رجاله كتير يعني بيتم النصب عليهم باسم السحر والشعوذه. الموضوع ده انتشر الفتره اللي فاتت ديت، وبدا يتم الترويج ليه بصوره علنيه جدا. صفحات متداوله كتير كده عن طريق عنوان جلب الحبيب ورد المطلقه. بشوفها كتير جدا صفحات، بس دي صفحات على اليوتيوب وكده. اصبح في فيديوهات بيتم الترويج ليها، صفحات موجوده على السوشيال ميديا بارقام تليفونات، حتى الشاشات الفضائيات دلوقتي بنلاقي عليها اعلانات نازله بالكلام ده. المعالج الروحاني فلان لرد المطلقه وجلب الحبيب. طب ودول بيعملوا ايه بقى؟ وللاسف طبعا لما ظهرت الظاهره دي وبدات تيجي لي ناس تشتكي من انها وقعت فريسه للنصب، وان في بعض الناس من اللي بيروجوا للحاجات دي ضحك عليهم وخد مبالغ كبيره جدا، فبدا ان احنا نتتبع الموضوع ده ونشوف اصله او بيعملوا ايه. فكان من ضمن الحاجات ديت صفحه من الصفحات منزل برضو اعلان رد المطلقه وجلب الحبيب. فدخلنا على رقم الواتساب بتاعه. يمكن الصفحه دي على ايه؟ على الفيسبوك. على الفيسبوك. دخلنا على الواتساب بتاعه ورسلناه. حد من طرف المكتب عندي، فانا عندي مشكله ان انا زوجي سايبني بقاله سنتين، فهنقدر نعمل ايه؟ يمكن السكرين دي موجود معانا هي حتى. فرد عليها قال لها لا احنا بنشتغل على الشاشه دلوقتي. بنشتغل يعني عملتوا زي يعني وقعتوه، يعني عملتوا رساله فيك يعني. فقال لها احنا بنشتغل عن بعد، عايز اسم الوالده والدتك ووالدته وبياناتكم، وهتحولي لي رصيد المبلغ 2000 جنيه، هتحولي 1000 جنيه دلوقتي، وبعد ما يخلص الموضوع هيبقى فيه 1000 جنيه كمان. اتفاجئنا طبعا ان في رواد كتير جدا جدا للصفحه ووقعوا في طبعا ستات كتير بقى كتير جدا عايزه ترجع جوازاتها، واللي عايزه معجبه بواحد عشان خاطر تجيبه ويبقى متعلق بيها. وممكن واحد يعجب مثلا بالاستاذه مروه كده في البرنامج بتاعها، يشوفها يكلم الساحر الشعوذه دوت عشان يعمل له عمل ولا حاجه. كل ده نصب بدا ينتشر الفتره اللي فاتت. يمكن هي عشان وسيله سهله فالكل بدا ان هو يستعملها، بس بدا في ناس بقى تبقى محترفين فيها. ازاي بقى؟ اخر مشكله كانت جات لي او واقعه كان من زوج جالي قال لي انا عايز مساعدتك، انا زوجتي في حاجات غريبه بتحصل. فبدانا ان احنا نشوف الموضوع. جاله يعني هي جالها مكالمه من حد، الو انت فلانه؟ انا فلانه. والدتك اسمها فلانه؟ انت في المكان الفلاني؟ معلومات كامله عنها. انت معمول لك عمل من حد من دمك. فطبعا ازاي حد من دمي؟ انا مش فاهم انت مين. قال لها انا حد عايز يساعدك وبدون اي مقابل، ركزي بس معايا. انت بتحسي بصداع جامد، انت بتقومي من النوم جسمك تعبك، انت ساعات بتشوفي حاجات كده قدامك بتعدي مره واحده ما تشوفيهاش. يعني بعض الحاجات اللي الكل بيشوفها، مش شرط ان انا اكون مريض، يعني حاجات يعني اساسيه طبيعي. بس هي دي المشكله اللي هو بيبدا يسيطر على الضحيه بالشكل ده. فبعد ما هو بدا ادالها الايحاء بالشكل ده، طب بس رددي ورايا الايات ديت، يبدا يقول لها ايات من السحر، ايات من القران اللي هي بتتعالج السحر، علشان يسيطر سيطره كامله على مخها. ايه ده؟ والحاجات دي بتبقى حقيقيه؟ لا مش حقيقيه يعني خالص. لا يعني انت بتقول ايات السحر والحاجات دي. يعني هو اللي قاله ده بيسيطر عليها فعلا؟ هو نفسيا بيسيطر. هو خلاص دلوقتي ادالها ايحاء ان انت عندك مشكله، بدات تصدقه، ادالها معلومات كامله عنها، فبدا يقنعها دلوقتي ان هو بيعالج بالقران، فدخل القران في الموضوع عشان يكسب ثقتها الاول. بعد ما طب قولي بس ورايا، طب بدات تنصالي عشان كل مثلا فكرها انا بحاول اعرف طيب مين اللي اداله البيانات، جاب بياناتي منين، فتبدا تجاريه في المكالمه. خلاص هو كده بدا يسيطر على نفسيتها او على عقلها ان انت في حاجه عندك وانا بعالجك. طب هو جاب المعلومات منين؟ هو ده اللي بيحصل بقى لما تابعنا المكالمه دي او سمعتها اكتر من مره. طول المكالمه ديت بيحاول يوصل لها الاحساس دوت ان انت في حاجه وانا بعالجك، وفي نفس الوقت بيقول لها ان اللي عامل لك العمل دوت حد من دمك. طب هي مرات اخوكي، هو حد طويل، هو حد قصير، وحد اول حرف من اسمه نون. تبدا هي تدي له تقول له فلانه، يقول لها فلانه. مش دي اللي والدتها اللي هي تخينه شويه؟ اللي هي طنط مش عارفه ايه.
فاصبح في المكالمه دي وفعلا بيصدقوا الستات كده. للاسف المكالمه اللي انا سمعتها ما كنتش متوقع، ولا حتى زوجها كان متوقع ان المكالمه تكون بالشكل ده، يعني اكتر من نص ساعه. فهو في المكالمه دي بيشتغل على حاجتين اتنين، اذا استجبتي ليه وبدات انك تتواصلي معاه خلاص وتتعالجي، خلاص هيبدا المره دي ببلاش، المره الجايه هتلجئي له طب حولي لي، طب هاي. ولو قفشته خلاص بيدور على الحاجه الثانيه بقى في نفس المكالمه انه بياخد بيانات لضحيه جديده، اللي هي بيقعد يقول لها حد من عندك، تبدا هي تدي له بيانات، بعد ما يوصل لها يطلب منها مثلا رقم تليفونها عشان لازم هي كمان يكون لها دور في العلاج، اصلها حسداكي، اصل في حسد من بعيد. فاتفاجئنا طبعا ان المكالمات بتكون عشوائيه، بس هو بيكون جايب بيانات كامله للضحيه ويبدا يشتغل عليها. يمكن 60% من الناس اللي بيتم التواصل معاهم بالشكل دوت للاسف بيكونوا سيدات او بنات، وبيقعوا في الفخ فعلا طبعا، وبيبداوا يخبوا عن اللي حواليهم ويبداوا يحولوا فلوس للشخص دوت، فاصبح بالنسبه لها بمثابه الطبيب النفسي. بالظبط، هو خد كده دور الطبيب محقق النفسي، الاحلام، محقق الاحلام. البنات الصغيره يعني اقل من 18 سنه معجبه بسين، معجبه بحد مش عارف ايه معايا، تخش على صفحه من الصفحات دي، قلب الحبيب، انا معجبه بفلان، طب هاتي لي اسمه واسم امه وانا هتلاقي تغيير وهيحصل. على هذا الحال بقى قيسي، يعني يمكن في سكرين شوت احنا واخدينه لاكتر من صفحه موجوده على السوشيال ميديا، دخلنا نعمل سيرش كده يعني. طب انت بتجيلك بقى يعني قضايا بقى، يعني يجوا يقولوا لك انا اتعاملت مع فلان نصب عليا، فانت بالظبط بيحصل فعلا. بتعمل ايه بقى؟ بتقدم فيهم بلاغ ولا بتعمل بنقدم بقى طبعا بلاغ، لو كان التواصل عن طريق السوشيال ميديا بيكون عن طريق مباحث الانترنت، وبنوجه له تهمه النصب والاحتيال، لان هو تحايل عليها دلوقتي وخد منها مبالغ، وبالفعل الفتره الاخيره ديت اكتر من بلاغ فعلا وصلنا لاكتر من حد كان عامل صفحه على السوشيال، يعني بتتحول لقضيه بعد كده اسمها قضيه نصب واحتيال، بتحول قضيه نصب واحتيال. هي دي بقى المشكله، دي عقوبتها ايه بقى؟ يعني دي حاجه جديده دلوقتي في عندنا مشكله في القانون المصري ان مفيش نص صريح بيعالج عقوبه النصب بالسحر والشعوذه. ليه؟ لان هو دلوقتي اللي بيقول لك انا المعالج الروحاني، انا بعالج بالسحر والشعوذه، مفيش نص صريح يقول ان في عقوبه للجريمه دي. فاصبح كل اللي بيتمسك تحت طائله هذه الجريمه بيتحاسب طبقا لنص الماده 336 اللي هي النصب والاحتيال. اصل هيقول لك لا انا بعالجها فعلا وقريت عليها قران وهي اتعالجت، او هيقول لك اي حاجه، لكن لا برافو عليك. هو اللي بيحصل حاجه ثانيه بقى، ان انا عشان ينطبق عليه نص قانون جريمه النصب والاحتيال لابد يكون خد منها فلوس. فمعظم الدجالين الموجودين هتلاقي الاعلان العلاج مجانا، العلاج بدون اي مقابل. بس بيحصل ايه بقى؟ الحاجه اللي هي الحاجه اللي هي مستتره بقى، حضرتك جايه لي انا هعالج ببلاش بالقران بس مش عايز منك ولا مليم، بس في الجلسه الثانيه محتاجين مواد معينه عشان خاطر نقدر نفك لك العمل، البخور الفلاني، رجل العفريت، رجل الغراب، شويه مجموعه حاجات كده لازم تيجي انت بتدفع حقها. الحاجات دي ممكن تتعدى الالوفات. هو ده مكسب الدجال اللي بيقول انا بعالج ببلاش. ويمكن في حتى صفحات موجوده دلوقتي في سكرين برضو الصفحه بيروج للمنتج نفسه بقى، اتعرضوا حضرتك يعني بيروج للمنتج، وتلاقي الصفحه بيتكلم فيها المجموعه ديت علشان خاطر قلب الحبيب، هتجيب المجموعه دي هتشتريها من المكان الفلاني او من عندنا هنبعتها لك، تكلفتها كذا، هتولعيها بالطريقه الفلانيه، هتحطيها في المكان الفلاني، تقرا عليها الايتين دولت هيساعدك في الموضوع ده. فاصبح ده شق تاني خالص، بقت في منتجات للسحر والشعوذه. يعني ما فيش حاجه اسمها قلب حبيب عشان كان عندي حبيب عايزه اجيلي السحر. لا احنا ممكن نجيبه بس بالسحر الطيب اللي هو الحب والموده. يعني الحب والموده يجيبوا الحبيب. اصل انا مستغربه ان في ناس لحد دلوقتي سنه احنا 2022 ولسه بتستخدم سحر وشعوذه وقلب حبيب في يعني للاسف عشان احنا موجودين في يعني نقولوا في المطبخ كده وشايفين اللي بيحصل. كم قضيه جات لك في الحاجات دي؟ لا كتير للفتره الاخيره، وده اللي خلاني اخش اعمل سيرش فعلا اشوف الوضع ده ايه واحاول اتواصل مع الناس دي اشوف بيشتغلوا ازاي. لقيت معجبين كتير للصفحات جدا. طب وكلهم نصابين؟ كلهم بلا استثناء نصابين. مفيش معالج روحاني هيطلق على نفسه معالج روحاني، لان مفيش حاجه اسمها معالج روحاني. معالج روحاني انا طبيب نفسي، هو العلم الاساس في حاجه زي كده. الانكت من كده بقى كمان ان انا لقيت اعلان عن دورات في العلم الروحاني. يعني انا دخلت فلقيت حد بيعمل اعلان عن دوره في العلاج الروحاني والعلم الروحاني. طب ده هيدرس لي ايه ده؟ يعني اولع البخور ازاي ولا ارقي ازاي؟ وللاسف في ناس بتروح علشان خاطر يعني في السحر معترف بيه في القران، ولكن مش بالشكل ده. يعني مفيش حاجه يعني تقول ان انا فعلا حد ما بيحبنيش اخليه يحبني ويجي لي يقعد لحد عندي يقول لي انا بحبه. طب حضرتك انت شايف نوعي الناس ازاي؟ وهل في فعلا يعني طب انا لو حته بقى الناس اللي بتيجي تقرا قران عليا دي ايه الصح وايه الغلط؟ فهمنا بقى عشان انا كده هي الرقيه الشرعيه طبعا دي يعني دي حاجه مذكوره في السنه
وفي الاثر فعلا في حاجه اسمها الرقيه الشرعيه، ولكن مجرد رؤيه عابره مثلا باستعمال الايات من القران، باستعمال اساليب معينه شرعيه، دي كرقيه. دي كرقيه. لكن موضوع جلب الحبيب، مش هقول سحر دلوقتي، احنا لسه هنروح للسحر. في حاجه اسمها جلب الحبيب، يعني في حاجه ممكن اعملها تجلب الحبيب؟ مفيش الكلام ده، بدليل ان النصابين اللي اتمسكوا لما بنتكلم واقري الايه دي 17 مره، واقري، انا بتفرج على الحاجات دي اصلا، احنا بنشوف ونضحك عليه. ما هو اصلا النصاب لما بيقع وبنتكلم معاه بقى وفي تحقيقات ايه اللي انت بتعمله، يقول لك هم اللي بيجوا لي، انا ما رحتش لحد، انا جايه لي وبتقول لي انا عايزه الحبيب، فبعمل لها رؤيه شرعيه وبخور وخلاص. طب ايه اغرب تحقيق جالك في خصوص الموضوع السحر؟ اغرب حاجه ان بعد ما النصاب ده اتمسك اتفاجئت بناس طلباني ابتدي عليا. يا نهار ابيض. يعني بعد ما اتمسك واتعمل له قضيه واتعرف ان فلان اللي جابه او حصل البلاغ عن طريقي، اتفاجئت بناس طلباني منك لله انت ضيعتنا، انت دمرت حياتنا، احنا خلاص كنا على وشك الدوره هتخلص. لسه مصدقين؟ للاسف انا اتفاجئت. يعني يا جماعه انتوا ما فيش عقل خلاص، مفيش درايه، ازاي جلب حبيب؟ فهو فعلا الشخص ده بيكون ماهر جدا جدا في السيطره النفسيه على الضحيه. ما حدش فيهم هددك مثلا من بتوع الجلب دول انهم يعملوا لك سحر او حاجه؟ يعني كتير يعني ساعات ممكن يقول لك انا هظبط. انا يمكن حضرني موقف هحكي لحضرتك عليه. كنت في مره عنده في ضيفه في مكان معين ما يعني، واتفاجئت ان في حد من الناس دي قاعد وجاي يرقي بقى البيت وجاي يرقي اصحاب البيت ويعمل عمل، اصل بيحصل لهم حاجات. فخلاص يا جماعه قولوا ان انا صديق وعايز اشوف بس المنظر. فانا خدت حد من اللي قاعدين على جنب، قلت له انا هتفق معاك اتفاق بس عشان عايز اعمل حاجه. قال لي ايه؟ قلت له ساعه ما تلاقيني كده بشاور لك اطفي النور. فقال لي ليه؟ قلت له انا هكشف لكم الراجل ده بجد. وقعدنا، فبدا ان هو يمارس بقى الحاجات بتاعته والتمتمه ويربط في احجبه وبتاع. فانا قعدت عملت زي اللي انا متشدد كده وببص له جامد، وشويه الحركات الايحاءات اللي هم بيقول لك اصل انت ملبوس يعني. فبص لي كده قال لي ايه في ايه؟ اقعد بس كده اهدى. فانا عملت نفسي كده بجريه يعني. فقلت له انا حاسس بحاجات غريبه كده. قال لي استنى ما اجريك، استنى. وجه عليا بقى بيرقي. قلت له لا قبل ما ترقيني انا عايز اقول لك اللي بيحصل لي. انا ساعات بشوف حاجات كده وانا قاعد، ولما بفكر في حاجه وببقى عايز اعملها بعملها. يعني لو فكرت دلوقتي النور يطفي هيطفي. فجه زميلي اللي هو كنت بسمع معاه طفى النور. هو طبعا شاف المنظر يعني اتلبش مكانه وسكت كده قاعد يتمتم. قلت له على فكره انا برضه انا كان في حاجه قبل كده لما فكرت ان انا اولع في اي جزء ولع. فبصيت له جامد كده، فبص لي اهدى 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 اهدى. فقلت له اقعد انت مين؟ اذكر اسمك. فقعد هو شد اللحاف انت. انا سيطرت عليه وهو قاعد بقى. انت مين؟ يعني قعدت اكلمه بصيغه لان انا بقى يعني ملبوس والعفريت طلع له بقى يعني. انت مين؟ اسمك ايه؟ 5 دقايق يعني. طب انا جاي هنزل اجيب حاجه من العربيه. مش ما جاش. لا والله موقف حصل الناس مش مصدقه. يعني هو اصلا خاف مني لان انا سيطرت عليه. يمكن انا اقتبست الموضوع دوت من الفنان الجميل احمد زكي، فيلم البيضة والحجر. اكتر واحد جسد موضوع السحر والشعوذه. يعني في الاخر ما فيش حاجه اسمها جلب وكده، لكن في سحر ولا ما فيش سحر برضه؟ مذكور في القرآن بس مش بيكون بالشكل ده. يعني مش معقوله هكلمك في التليفون. واصلا ليه الناس تسحر؟ ما هو السحر ده حاجه يعني دي حاجه بشعه جدا يعني. فكره السحره دي لازم يتعاقبوا برضه ويتقبض عليهم. يعني فكره ان انا اروح لحد يسحر لي بني ادم او حد يسحر لي دي اذيه. ما هو دي اذيه برضه. دي حاجه فعلا مذكوره في القرآن وعلاجها معروف بكيفيه معينه، ولكن ما فيش حاجه اسمها انا اكلمك اديلك اسم الام واسم الاب وتخليه تعملي لي سحر عن بعد عن طريق التواصل الاجتماعي يعني. طب احنا لازم نوعي الناس بقى بموضوع السحر والشعوذه والجلب. ما فيش حاجه يا جماعه اسمها كده. صلوا ركعتين حاجه كده وروحوا الكنيسه صلوا ايا مكان ديانتك، روحوا اتكلم مع ربنا. وما فيش حاجه يا جماعه خالص اسمها جلب الحبيب عشان ما تخشوش في قضايا نصب. منورنا جدا يا مستشار، ويعني وميرسي جدا جدا مستشار وليد الفولي، نورتنا. وميرسي على توعيتك للناس وربنا يهديهم. ربنا يهديهم. بتواجدي مع حضرتك، ونهم بس ان احنا نقول للناس كلها يعني خلي بالهم من حاجه زي كده. ما تخليش حد يسيطر عليك، تديش فرصه ان انت تسمعه اصلا. وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ميرسي ونورتنا.